النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع ممكن يكون حساس شوية، بس هو واقع بنعيشه كلنا من فترة في فترات حياتنا. لو انتي مرة كده قاعدة مع نفسك ولقيتي تليفونك ما بيرنش، محدش بيكلمك، محدش بيسأل عليكي. لو انتي في مرة كده هو جه عليكي وقت أجازة أو مناسبة وحابة ان انتي تخرجي وما لقيتيش حد تخرجي معاه، ده طبعا بيبقى تقيل على قلبنا وبيدخل لنا طبعا طاقة سلبية، والأفكار السلبية بتيجي في دماغنا اللي هي زي هو أنا فيا إيه غلط، هو ليه محدش بيكلمني، هو ليه ماليش أصحاب. النهارده انا طبعا مش جايه اكلمكم كلام بقى تنميه بشريه من بتاع بقى ايه، انت مش محتاجه حد، احنا كائنات بشريه كائنات بشريه اجتماعيه بطبعنا، الكلام اللي هو بتاع التنميه البشريه ده. لا طبعا انتوا عارفين ان احنا اصحاب واخوات، وانا اما بيجي لي موضوع في دماغي كده هو مع نفسي في الساعه الحلوه اللي انا بقعدها مع نفسي كده هو خلوه، واقعد افكر كده وهدي اعصابي، فجه في دماغي الموضوع ده بجد، فقلت لازم اتكلم فيه مع اخواتي ان شاء الله النهارده. طب قبل ما ندخل بقى نتكلم كده مع بعضينا، نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اهم حاجه يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. صباحكم زي الفل وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله حبيب قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير. حقيقي بجد النهارده انا حابه اتكلم معاكم في الموضوع ده لان هو شغل فكري شويه، ولما لقيته موضوع مهم قلت احب ان انا اخد رايكم فيه ونتكلم برضو مع بعض فيه، واديكم برضو شويه حلول حلوه من خلال خبرتي وتجاربي طبعا في الحياه، لاني مريت في الموضوع ده كتير قوي وشغل لي بالي كتير قوي، ولكني انا مش من النمط ده اللي هو ما يعرفش يعيش من غير اصحاب. ليه؟ لان احنا في الدنيا عايشين انماط كتير مختلفة من البشر. في الست اللي هي بتحب يبقى ليها اصحاب كتير حواليها ويبقى ليها ناس حواليها وتخرج وتعيش المناسبات كلها مع اصحابها، ما ينفعش تقعد في البيت، ما ينفعش ما تخرجش في اي مناسبة. في ستات من النوعية دي. في ست تانية بيتوتية كده حلوة جميلة، بتحب تقعد في البيت، تحب بيتها، تحب تقضي مناسباتها كلها في البيت مع أولادها وأسرتها، بتحب تختلي بنفسها وتفكر وتعمل حاجات تفيدها في البيت وتستغل وقتها. ده نوع من الناس، من الستات. ده أنا، النوع ده أنا. في نوع تاني انطوائي بطبعه، ما بيحبش المجتمعات، ما بيحبش الأصحاب، ما بتحبش تقعد مع حد، ما تحبش تخرج مع حد، ما تحبش تقعد في مجتمعات حتى أسرية كمان، هي منطوية كده على نفسها، ما بتحبش الناس. فإحنا كلنا يا بنات ويا ستات يا حلوين كلنا أنماط بشرية مختلفة. فأنا هتكلم النهاردة معاكم في إزاي إن أنت ممكن تعيشي من غير أصحاب. طبعا واحدة هتقولي لا أنا بحب أعيش مع أصحاب، هنتكلم برضو من خلال النقطة دي إزاي برضو تعيشي بأصحاب. تمام كده؟ طيب طبعا مش عايزاكي إن انتي تحسي إن وجودك لوحدك دوت فشل اجتماعي. لا، احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم سوا مع بعضينا ليه ده بيحصل، والاهم نعمل ايه عشان نعيش حياة متزنة جميلة. تمام كده؟ صلوا على النبي برضو زي ما قلنا دلوقتي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لي اللايك الجميل بتاعكم بقى، اللايكات بقت قليله قوي يا بنات، يا نهار ابيض، يعني للدرجه دي الفيديو مش مؤثر؟ للدرجه دي انا مش مؤثره معاكم؟ الاقي ما شاء الله المشاهدات حلوه، مفيش مشكله، الحمد لله، الحمد لله اللي يجيبه ربنا، ولكن نلاقي اللايكات شويه صغننين قوي. ليه كده؟ قلت لي لايك بقى عشان خاطر اول حاجه طبعا عايزين نعرفها يا جماعه ان احنا نشيل من دماغنا موضوع جلد الذات ده. يعني في اسباب كتيره بتخلينا في وقت من الاوقات ما عندناش اصحاب، والاسباب دي طبعا طبيعيه جدا، اللي هي تغير المراحل الاجتماعيه، حياه المدرسه غير حياه الجامعه غير حياتك بعد الجواز، غير بعد الشغل. كل مرحله بيحصل فيها غربله، غربله طبيعيه لان الاهتمامات بتتغير. رفع سقف المعايير مع النضج، ما بيبقاش اي حد ينفع يكون صحابنا. كل فتره انت بتنضجي ومخك بيكبر اكتر، فبنبدا ندور على الامان والصدق والراحه النفسيه
مش هينفع ان انا اصاحب اي حد بصراحه. يعني لازم اللي انا هصاحبها دي او هتبقى صاحبتي دي هتبقى متفقه معايا في حاجات كتيره من شخصيتي. شخصيتها قريبه، مش هقول شخصيتها زي، اولا شخصيتها قريبه من شخصيتي، اهتماماتها قريبه من اهتماماتي، اخلاقها زيي، بيئتها وتربيتها زيي. ما ينفعش تبقى واحده صاحبتي خلاف الصفات بتاعتي. ليه؟ لان كده الصداقه والصحوبيه مش هتستمر. هتلاقي نفسك انت وهي بتبعدوا عن بعض واحده واحده، لان انتوا مش متفقين مع بعض. فدي اهم حاجه، ان انت لما تكوني عايزه تبقى ليكي صاحبه او صديقه لازم تبقى قريبه منك قوي قوي عشان الصداقه دي تستمر. لان انا زي ما قلت لكم يا جماعه، الصحوبيه والصداقه دي مش بتتكون في يوم وليله، دي بتبقى على مدار سنين، سنين طويله، بتطلعي منها بقى بالاصدقاء العمر زي ما بيقولوا. وطبعا مشاكل الحياة وضغوطات الحياة والمسؤوليات بتخلي التواصل بيقل فجأة، وبتلاقي فيه العلاقات دبلت وماتت من غير قصد. ده مع الناس اللي هي مش صداقة حقيقية. الصداقة الحقيقية عمر مشاغل الحياة ما بتلغيها. ليه؟ لان انت بتفضلي انت وهي فاكرين بعض، بتفضلي انت وهي على تواصل مع بعض. حتى لو مش بتشوفوا بعض كتير بتكلميها في التليفون، تكلمك في التليفون، بتسأل عليك في المناسبات، بتكلموا بعض. فده في حد ذاته هو دي العلاقة الحقيقية. طيب يعني باختصار كده يا جماعة، غياب الصحاب مش عيب فيكي، لا، ده تتابع طبيعي للحياة ولنضجك الفكري. طب انا هنيجي بقى دلوقتي، انا دلوقتي ما عنديش صحاب، اقعد بقى واحط ايدي على خدي؟ لا، ازاي؟ هنشوف ان احنا المرحلة دي ليها ميزة خطيرة، اللي هي اسمها وقت غير محدود لنفسك. ازاي نستغله؟ طب ازاي تستغلي الوقت ده اللي هو غير محدود لنفسك، اللي انت بتقولي فيه انا ما عنديش صحاب؟ اول حاجة حبيبة قلبي، صاحبي نفسك. يعني ايه اصاحب نفسي يا امين؟ صاحبي نفسك. اقعدي كده مع نفسك، اخرجي في مكان جميل بتحبيه، اقعدي كده اعملي فنجان قهوة مع نفسك وفكري في حياتك وعيدي ترتيب حياتك. حبي نفسك وصاحبي نفسك. ليه؟ لان نفسك دي هي اكتر حد هيبقى مخلص ليكي، هتحبك، هتطبطب على قلبك، هتخلص ليكي، مش هتخذلك، هتقدرك. صدقوني والله اما تحبي نفسك هتبقي سعيده قوي قوي قوي. ليه؟ لان نفسي دي عمرها ما هتخني. ليه؟ لازم هتبقى مخلصه ليا، هتدلني على الطريق الصح، هتعرفني الصح من الغلط، هتحترم انسانيتي. نفسي هي الوحيده اللي هتحبني. بعد كده حبيبه قلبي، من غير ما تحسي كده هتبصي تلاقي نفسك مش محتاجه حد. ليه؟ لان لما حبيتي نفسك هتحبي كل حاجه حواليكي، هتبصي تلاقي نفسك بتفكري في حاجات إيجابية تسعدي بيها نفسك، تنزلي تشتري حاجة جميلة لنفسك، تنزلي تقعدي في مكان حلو تشربي حاجة مع نفسك برضو، وتتمشي كده لوحدك. صدقوني يا جماعة القعدة في خلوة مع نفسك دي قد إيه بتعملي نقاء داخلي جواكي. زي كده ما تكون بتقعدي تصفي حساباتك وتشوفي عملتي ايه وكلمتي مين وصاحبتي مين، ومين اللي يستاهل اكلمه ومين اللي ما يستاهلش ما اكلموش، ودي عملت فيا ودي ما وقفتش معايا في الموقف كذا، لا دي ما ينفعش تبقى صاحبتي، دي احتجتها في وقت وقفلت بابها في وشي، لا ما ينفعش تبقى صاحبتي. وتقعدي كده مع نفسك. صاحبي بناتك وولادك في البيت دول احلى حاجه في الدنيا، احلى ناس مخلصه ليكي. يعني انا عايزه اوصلكم يا بنات ان مش انتي لما لازم ما يبقى لكيش صحاب ان انتي مش هتبقي فاشله، لا، ده بصرف النظر خالص. الصحاب دي حاجات كماليات، ولكن زي ما قلت لكم صحاب العمر اللي تكونوا معاكي من زمان دول هيبقوا واحده او اتنين على الاقل، دول هتمسكي فيهم بايدك واسنانك وتحافظي عليهم. عايزه بقى تستثمري في وقتك وهواياتك اللي هي هتعوضك عن نقص اي حد انت كنت محتاجه انه يبقى موجود في حياتك. هنتكلم عن استثمار الوقت. الاستثمار في الهوايات والمهارات ده العصر الذهبي اللي هتتعلمي فيه حاجات كتيرة قوي، زي الشغل اليدوي مثلا،
الكروشيه والتريكو، إعادة التدوير، الرسم، طب الطبخ. هوايات كتيرة أوي أوي تملى وقتك وممكن تستفيدي منها ماديا. لو انت بتحبي الطبخ تقدري تطبخي في البيت وتعملي الأكل بتاعك أونلاين، يعني تعملي لك عنوان أو تعملي علاقات، أصحابك يعرفوا إن انت بتطبخي حلو ويسوقوا لك الأكل بتاعك. في ناس كتيرة أوي أوي بتحب الأكل البيتي، ده طبعا مشروع جميل أوي. لو انت بتشتغلي كروشيه وهاند ميد، زي ما قلت لكم الحاجات دي برضو شغلها جميل قوي، تشتغلي وتعملي معارض، تحضري بازارات. الشغل اليدوي دوت جميل. كل الحاجات دي ممكن تملى وقتك وتديكي شعور رائع بالإنجاز والقيمة. يعني على سبيل المثال والله يا جماعة انتوا عارفين ان انا بحب الكروشيه والهاند ميد والحاجات دي. بشتغل الحمد لله في القناة بتاعتي اللي انا عاملاها. بيكون حد طالب مني حاجة أو حاجة شنط كده هو، بشتغل مثلا الشنطة وأعرضها لكم طبعا، وبيكون مثلا مطلوبة مني. أنا نفسي لما ببقى قاعدة في البيت وفاضية ما ورايش حاجة، بشوف الحاجات الهدوم اللي موجودة عندي في الدولاب، الحاجات اللي مش بستخدمها، وأعمل لها إعادة تدوير. بالصدفة على سبيل المثال النهاردة أنا لابسة أهو معاكم البونشو ده. البونشو دوت يا جماعة دي طرحة قديمة كانت عندي اهي، أنا اشتغلتها كروشيه، اشتغلتها اهوت من فوق. بصوا ده كروشيه بس طبعا مش هيبان لكم علشان ايه، أنا لابسة تحت بادي أسود. دي كانت طرحة قديمة وأنا اشتغلتها اهي كروشيه من هنا واشتغلتها من هنا اهي، علشان ان انا اطولها تبقى عند الركبه، لان انا مش بلبس حاجات قصيره. على بنطلون والبلوزه اللي تحتيها او البادي اللي تحتيها ده. عملت كذا طرحه اعاده تدوير بنفس الشكل بس باشكال مختلفه بقى. في طرح كانت طويله قوي وكبيره، يعني يا دوب اضفت لها اضافات بسيطه من الكروشيه. القصيره بطولها بالافكار الحلوه دي. تمام. ده كان في حد ذاته انجاز جميل وكنت مبسوطه بيه. وكل اللي يشوفوا البونشوات دي، لان بشوف بلبسها بقى في الصيف بتبقى جميله، كنت بلبسها في المصايف خفيفه ولذيذه كده اهوت. طبعا ده انجاز لوحده. فانت لو انت قاعده في البيت وعندك حاجات كتير ووقت هتقدري تملي وقت فراغك وتنجزي فيه. وطبعا في حاجه اسمها التطوير الذاتي، اسمعي بودكاست، اتفرجي على فيديوهات تعليميه ومهارات جديده في حياتك. يعني اعملي الفترة دي خليها فترة بناء نسخة جديدة ليكي. يعني اعتبرها النسخة الأفضل منك. تمام. وهقول لكم على حاجة برضو يا بنات، اللي ما تقدرش تسعد نفسها وتبقى سعيدة لوحدها مش هتقدر تبقى سعيدة في وسط الناس. السعادة دي من جوانا، احنا اللي بنجيبها، احنا اللي بنخلقها. ما تربطيش سعادتك بوجود صديق او صديقة في حياتك، تربطيش سعادتك بوجود الناس في حياتك. خليكي انت سعيدة مع نفسك، اسعدي نفسك بنفسك وطوري من نفسك وطوري من هواياتك، استغلي وقتك. اعملي حاجات ايجابية تسعدك. صاحبي بناتك واولادك في البيت، هم يبقوا اصحابك، هم في المرتبة الاولى هم ونفسك. فمش معنى انك مالكيش صحاب ان انت فاشله اجتماعيا، بالعكس انت ممكن من خلال هواياتك دي يبقى ليكي اصحاب، ناس كتيره تحب شغلك وتتصل بيكي وتاخد منك شغل من خلال الهوايات اللي انت هتنميها وهتشتغلي من خلالها وتنتجي. فعدم وجود الاصحاب ده ما نخليهوش حاجه تخلينا تدخلنا في طاقه سلبيه وتقول بقى ان نقول ان احنا بقى فاشلين اجتماعيا والناس ما بتحبناش. لا يا حبيبه قلبي، حبي نفسك الاول، ساعدي نفسك الاول علشان تسعدي في وسط الناس. وده كان كلامي النهارده ليكوا، ان احنا ما نخليش عدم وجود صحبه ليا في حياتي او صديقه ان انا فاشله، لا بالعكس. وبرضو حطوها في دماغكم، الصديق او الصديقه دي بتتكون عبر السنين مش بتجيلي فجاه. ولو جت فجأة دي بقى بتبقى هدية من ربنا سبحانه وتعالى، لما بيديني صديقة أو صحبة في سن كبير تبقى مخلصة ووفية وتحبني لشخصي بدون أي مصالح بيننا، وتبقى مخلصة في نفس الوقت إن هي صاحبتي وإن هي حباني إن أنا أبقى صاحبتها. دي حاجة بقى يا جماعة بتبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لأن الأرواح جنود مجندة، من تآلف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف.
فيعني احنا عايشين في الحياة ديت اسباب لبعضينا، ودايما دايما لما هنلاقي ناس كويسة في حياتنا ده هيبقى من شخصيتنا احنا، ان احنا ناس كويسة فربنا رزقنا بالناس دي. فمش عايزة حبيب قلبي ان احنا ملناش صحاب او ملناش صديقة ان انا اكتئب وان انا ابقى فاشلة ولا الناس مش بتحبني، لا ده مش مرتبط بده خالص. ده كان كلامي ليكم النهارده. وطبعا انا عندي مواقف كتير قوي قوي في حياتي وعلاقات كتير قوي في حياتي، لو انا قعدت حكيت لكم عليها بقى هناخد بقى فيديوهين وثلاثه وعشرة عشان احكي لكم بقى علاقات الخذلان والناس اللي ما كانتش كويسه ودخلت حياتي غلط، والناس اللي اديت لها مشاعر جميله واخلاص وحب وقابلته بخذلان وبجفاء وبعدم احترام للذات. فطبعا احنا مش هنتكلم في المواضيع دي، انا ما بحبش اصدر لكم طاقه سلبيه، انا دايما احب اصدر لكم الطاقه الايجابيه ودايما اديكم المعلومه والفكره اللي تنمي منك وتطور منك وتديكي طاقه ايجابيه في الحياه. خلاص كده احنا استثمرنا بقى في نفسنا وظبطنا نفسنا تمام. لسه عاوزين برضو في حياتنا نعمل ايه عشان نلاقي اصحاب جديده. الصحاب طبعا ما بيجوش كده ويخبطوا على الباب. لو انت بقى من الناس اللي بتحب الصحاب هقول لكم الخلاصه من الاخر. انت دايما لازم تروحي لهم مكانه. يعني ايه؟ باختصار لو انت من الناس اللي هم بيحبوا قوي الصحاب كدهوت مش بيتوتيه كدهوت زيي وبتحب تقعد في البيت، بتحب تشتغل في البيت وبتحب تقعد مع اولادها وتحب اولادها، انا شخصيتي كده. لو انت بقى من الستات اللي بتحب صحابه كده، لو انت بتروحي الجيم مثلا وبتعملي رياضه وكده هتعرفي صحاب من الجيم، بس برضو تخلي بالك في اختيار الاصحاب. لو انت مثلا بتحبي القرايه وبتحضري مناقشات للكتب وكده هوت، هتلاقي طبعا صحاب كتير قوي وممكن تكوني صداقات على درجة عالية قوي قوي من الثقافة، والناس دي بتبقى ناس مثقفة وناس مرهفة الحس، الناس اللي هي بتقرا كتب وتحضر مناقشات في الكتب وكده. فكل مجال هتقدري تكوني منه صداقات وصداقات بألوان جميلة. بالنسبه للسوشيال ميديا ما انصحكيش تكوني صداقات من السوشيال ميديا. ليه؟ هقول لكم ليه. لان السوشيال ميديا ده يا بنات عالم افتراضي، بتكلمي ناس من ورا الشاشات، بتكلمي ستات من ورا الشاشات. ممكن ست تبقى ليها اخلاق وليها طباع وليها حياه في حياتها وتكون داخله بشخصيه تانية خالص على السوشيال ميديا، فانت ممكن هتتفاجئي بالحاجات دي وممكن تسبب لك خذلان، تسبب لك طاقة سلبية، تفقدك الثقة في الناس. طب وانت ليه؟ مش لازم. السوشيال ميديا ده خليه كده ايه علاقات هوائية. لو حول يعني في علاقة توطدت بتبقى عن طريق بقى مقابلة وعرفتي الناس دي او الست دي وكلمتيها وكلمتك وعرفتي طباعها وكلمتيها فيس تو فيس كده اهوت وعرفتي ازاي دي ممكن تبقى صاحبة او لا. فدي برضو من المجالات. العلاقات الرقمية يا جماعة كتير منها بيتحول لواقع جميل. في النهاية عاوزة أقولك إن جودة الصحاب مش بكثرة عددهم. الصحاب يا جماعة بيبقى مش بالكم ولكن بالكيف. ممكن واحد حقيقي أو واحدة حقيقي بتسمعك وبتخاف عليكي وبتحبك بالدنيا كلها وأحسن من 100 صاحب حواليكي مش بيحسوا بيكي ومش معاكي ومش مقدرينك في حياتهم ومش بيعتبروكي حاجة. فطبعا الصحاب مش بالكم ولكن بالكيف. وبرضه نخلي بالنا ان احنا حتى لو انت بتصاحبي حد من على السوشيال ميديا او حاجة برضه تخلي بالك، لان برضه السوشيال ميديا زي ما انا قلت لكم واقع افتراضي، مش كل الناس بتبقى داخله باخلاقها الحقيقيه، كتير قوي قوي بيبقوا مزيفين الا من رحم ربي طبعا. وده لازم نخلي بالنا من اختيار الصديقه اللي هتبقى في حياتنا او هتبقى بتخاف علينا بجد في حياتنا. يعني ده كان موضوعنا النهارده وحبيت والله ان انا اكلمكم فيه. زي ما انا قلت لكم كده هوت ان انا بقعد مع نفسي كده واشوف الفكره او الحاجه اللي ممكن تدور في دماغ اي واحده فينا ممكن تسبب لها دي او ولا حاجه. فحبيت والله ان انا اشترك معاكم النهارده في موضوعنا بالنسبه للصحاب وازاي ان انت تعيشي من غير اصحاب. زي ما قلنا اول حاجه
صاحبي نفسك واسعدي نفسك، لانك لو ما اسعدتيش نفسك وكنت سعيده لوحدك عمرك ما هتبقي سعيده في المجتمع اللي انت قاعده فيه. لا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وقولوا لي تجاربكم في التعليقات، وعلقوا لي واكتبوا كومنتات كتير، واعملوا لايكات لايكات لايكات، عشان اللايكات قليله وانا زعلانه زعلانه زعلانه، عشان انا بحبكم، ولما بطلع اقول لكم موضوع ببقى عايزه افيدكم فيه. فحطوا لي اللايك بقى يا جماعه، حطوا لي اللايك، ما تستخسروش اللايك ببلاش يعني. حطوا اللايك وامشوا، حطوا اللايك وامشوا، مش مشكله. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وجمعه مباركه عليكم. تنسونيش بقى من فضل دعائكم، الدل على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى صحاب. باي باي.